صليتوا على الحبيب؟ طيب، الوصفة دي أتحداك إنك هتعتمديها كل أسبوع. جربيها وما ترجعيش ورايا، أنا رجعت بدالك. سهلة وسريعة وفي حلة واحدة كمان. شوفي يا ست البنات والإخوات المغتربين برضه، مقدرش أنساكم. هتجيب الحلة الشقيانة معاكي أو اللي تحت السرير عادي، وهننزل بشوية زيت، وأول ما يسخن هننزل بالفراخ تاخد لون، وعليها شوية منكهات: ورق لوري وعود قرفة وحبيتين تلاتة قرنفل وحبهان وليمون مجفف. بعد ما الفراخ تاخد لون على كل جنب هننزل ببصلاية ومعلقة صغيرة توم وحبيتين طماطم وفلفل أي لون عادي، لو الاتنين حتى حامي وبارد براحتك على حسب في أطفال ولا لأ. بالنسبة لي هنا مفيش أطفال، نزلت بكله حار ولكن ما قطعتوش عشان ما يكونش حار قوي برضه. وبعدين هننزل بالبهارات بتاعنا، عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وكركم وبهارات فراخ ومعلقة صلصة صغيرة. دي كنت المفروض انزل بيها مع الطماطم ولكن نسيت. ونسيب بقى الكوكتيل ده ياخد من بعضه كده بس 5 دقايق. وبعد كده هننزل بالرز المغسول ومش منقوع علشان ياخد من تيست الكوكتيل اللي عاملينه ده. ونخلط بقى كويس زي تشويحة كده. وبعد كده ننزل بالماء السخنة. بعد ما يتشرب نغطي ونوطي. وبالهنا والشفتشي، قصدي بالهنا والشفا، اصل بحب ادلع النقط وهشتك الحروف. حرفيا وصفة خطيرة جدا هتعتمديها كل اسبوع. شوفي كده رز مفلفل ازاي ومش معجن ولذيذ جدا وخفيف كمان جدا. بجد فاخر من الاخر. جربيها ومش هتندمي. انا رجعت بدالك. سلام.